وأنسوا جميع أنواع المكرونة الصلصة، وتعالوا نعطيكم طريقة سهلة وسريعة وتفك زنقة على قولة خوتنا المصريين. وأول شيء نبدأ بالمكون الأساسي اللي هي صلصة الحبق أو الريحان. فناخدوا كمية كويسة من الريحان مع ثوم وزيت زيتون، ويفضل زيت زيتون طبعا. وبعد ما يدبل وتطلع ريحتهم ننزلهم ونرحيهم كويس. تقدر تديري كمية كبيرة وتحتفظي بها في الفريز، وكل ما تبي تديري مكرونة تطلع منها كشيك لأنها مش هنحتاجوا منها هلبة. وبعد الصلصة عبارة عن طماطم أخضر وفلفل في القلاية الهوائية أو تشويهم على الغاز أو الكوشة، والثومة تحطها في نص الطياب حتى ما تفسدش من الحرارة. وأخيرا نرحوهم كويس ونضيف عليهم شوية طماطم حكة لو تحبها حمراء، ونعدل ملحها، وناخد كشيك من الصوص الحبق الأول وكشيك جبنة سايلة أي نوع عندك وبس. وهنا الصلصة هذه نستخدم فيها حتى مع الأندومي يعني لأنها مكرونة سريعة التحضير. وأخيرا ما تنسوش تتابعوا صفحتنا، نزلنا بوكس العرض للحمام المغربي للعيد الأضحى المبارك. والبوكس متكون من دلكة الكافيين، صابون الورد المغربي، ليفة مغربية، مقشر الكرز، ولوشن ترطيب وتعطير للجسم. بوكس متكامل لروتين الدوش والحمام المغربي، يعطيك تفتيح ونضارة وترطيب يجنن من أول استخدام. وتوا نقولكم يلا سلام.